الشكر والعرفان. الشكر لله وحده الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله تتحقق الأمنيات، ويسر البدايات وأكمل النهايات، وبلغ الغايات. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، القائل في حديثه: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. وامتثالا لهذا التوجيه النبوي الكريم، وعلى الرغم من شعوري بقصور كلماتي التي تعبر عن مكنون تقديري وودي واحترامي، يطيب لي في هذا المقام الاعتراف بالجميل لذو الفضل أساتذة الأجلاء الذين قدموا لي من فيض علمهم الكثير والكثير. أبدأ بالسادة لجنة الإشراف، أتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان وأسمى آيات العرفان لأستاذ الفاضل والعالم الجليل الأستاذ الدكتور إكرامي جمال السيد زهر، أستاذ المحاسبة والمراجعة المساعد ووكيل كلية التجارة لشؤون التعليم والطلاب جامعة المنوفية السابق، والأمين العام لجامعة المنوفية، لتفضله بقبول الإشراف على الرسالة. وقد شرفت به معلما حكيما وموجها كريما، وشرفت به الرسالة. تفضله بقبول الإشراف على الرسالة، وقد شملني برعايته وأفاض علي بعلمه، فقد كانت لتوجيهاته ونصائحه الأمينة أعظم الأثر في إنجاز هذه الرسالة على صورتها الأخيرة. وما عهدته إلا محبا لنشر العلم ومحبا لطلابه، منصفا في عباراته وأقواله، لا يبخل بشيء من علمه ولا يدخر نصحا ولا جهدا. فقد زلل لي كل الصعاب ودافع عن بحثي مغبة الزلل والاضطراب حتى استوى على سوقه، فكان يسير معي خطوة بخطوة، فوجدت منه رحابة الصدر وكرم الضيافة وحسن الخلق وطيب التعامل. ضايقته كثيرا، قابلني بالرفق واللين والبشاشة، مما ساعدني على تخطي الكثير من مشاق البحث. فقد احتضنني بعطفه وخصني بنصحه، وأعطاني من وقته الثمين، واهتم لأمري، ومنحني الثقة والدعم يوم أن فقدت الثقة في نفسي، وتمثل الفشل شبحا يطاردني ويأتيني من كل حدب وصوب. وما رأيته إلا نموذج في الأدب قبل العلم، والعلم قبل التواضع، مما دفعني إلى المضي قدما في الدراسة في عزم مستمر وثقة. أستاذ الدكتور إكرامي، أنرت لنا السبيل فكنت لنا به دوما دليلا. أستاذ الدكتور إكرامي، إني نلت المعارف منك تأصيلا، يا عالم فقه المحاسبة الذي للباحثين غدوت خير دليلا. فلقد تفضلتم علي ذا مشرفا ومصوبا رسالتي تفصيلا. إني مدين ما حييت لشخصكم ولن يوفيكم الشكر والتبجيلا. أستاذي، أوليتني نعم أبوح بشكرها، وكفيتني كل الأمور بأسرها، فلا أشكرنك ما حييت وإن أمت، فلا تشكرنك أعظمي في قبرها. أستاذي، فضائله علي أعجزني شكرها كما أعجزني حصرها، ولو أني أتيت كل بلاغة وأفنيت بحر النطق في النظم والنسر، لما كنت بعد القول إلا مقصرا ومعترفا بالعجز عن واجب الشكر. فالله أسأل أن يكتب له بكل حرف قرأه حسنات عظيمة مضاعفة أضعاف كثيرة، وأن يبارك له في أعماله وأوقاته، وأن ييسر له سبل الخير حيثما كان، وأن يحفظه بحفظه، إنه خير حافظ وهو أرحم الراحمين. كما أتقدم بخالص الشكر والعرفان إلى السيد الدكتور سامح سالم عوض سالم، المدرس بقسم المحاسبة بكلية التجارة جامعة مدينة السادات. لقد كان لي نعم المعين، ومنحني حفظه الله من وقته الثمين ونصائحه الغالية وعلمه الغزير وملاحظاته الدقيقة وتوجيهاته القيمة، التي كانت لها الأثر الكبير في خروج هذه الرسالة بالصورة الطيبة. فله مني جزيل الشكر وعظيم الامتنان لتفضله بالموافقة على الإشراف على الرسالة. وقد شرفت به معلما حكيما وموجها كريما، وهو من أعظم الناس سيرة وأنقاهم سريرة، حيي لا يخرج من فيه عيب قط، أحسبه من أهل الجنة ولا أزكيه على الله شيئا. لم يسعدني الزمان لأدرس معه طويلا، إذ درست تحت إشرافه عامين إلا قليلا، فكأني أعرفه منذ عهود عديدة وأزمنة مديدة. إنك لتأنس به إذا جالسته، وتأمل له إذا حدثته، فكان يتعامل معي بقلبه لا بقلمه، وبعطفه لا بعقله، فكان نعم المشرف. أيها الدكتور الخلوق، قد كنت مثل أخ شقيق، ما أنت غاوي مشرفي، بل كنت كالراعي الشقيق، ما أنت بالفظ الغليظ، فأنت حر بالرقيق. بدأت حياتك من هنا طوعا وأنت بها خليق. أيها الدكتور الخلوق، كنت لي نعم المشرف والصديق، أرسل لك شكري من الأعماق على أفعالك الجميلة وأنت بها طليق. وقد كان من نعم الله علي أن هيأ لمناقشة هذا البحث عالمين جليلين وأستاذين فاضلين، عرفت فيهما نفاذ بصيرة وعمق الفكرة ودقة التصويب. أولهما من استبشرت بوجوده حلما وأمانة، وبحواره الهادئ سكينة واطمئنانة، معالي العميد الأستاذ الدكتور مجدي المليجي عبد الحكيم مليجي، أستاذ المحاسبة المالية وعميد كلية التجارة جامعة بنها،
صاحب التواضع الجم والأدب الأعم والنفس الأشم، صاحب السمت المهذب والكلام المحبب، الأستاذ العالم والمربي الفاضل الذي تهوله النفوس وتسعد عند حضوره القلوب، الذي تلمس به تواضع العلماء وهيبة الحكماء، رائدا من رواد المحاسبة والمراجعة في المناقشات والمؤتمرات، الذي إذا تكلم أمتع وإذا سكت أقنع، رزقه الله مع التواضع مهابة. أستاذ الدكتور المليجي الذي رأس النجوم مناقشا مفضولا، هو للمحاسبة عالما ومعلما، ملأ المكاتب أبحاثا وعقولا، حقا فأنتم للمحاسبة منهلا، أبحاثكم في المحاسبة مهيلة. ولذا دعوت قصيدتي وأمرتها، وعلى القصيدة أن تطيع وتقبلا، فاليوم معنا أستاذ كيف نغفله، وهو الذي في البحث أوقد مشعلا. أفنيت في البحث عمرا كاملا، قد كان فعلك رائعا ومبجلا، حملت خير رسالة عمرا وقد أديته ليكون جنيك أمثلا، ورفعت للأجيال خير منارة، وفتحت آفاقا فكنت الأنبلا. واليوم تفضلتم علي مناقشا ومسددا بالنصح والتأويل، شكرا تجشمتم عناء حضوركم رغم المسافات الطويلة رحيلة، فأشكر سيادته على قبول رئاسة لجنة المناقشة والحكم على الرسالة برغم انشغاله الدائم ومشاغله العظام، قبل ورحب بمناقشة هذه الرسالة، كما أشكر جهده المبذول في قراءتها، وإني أسأل الله أن ينفعني بتوجيهاته وتصويباته. وإلى مسك الختام الذي جمع بين العلم والحلم وبين اللين والشدة والرحمة والحسم، إلى من غرس الله فيه العلم والعمل جميعا وجزاه المعروف والفضل صنيعا، تعلمت منه القوة والشجاعة في حلم، تعلمت منه النبل والمروءة والكرم بديعا، تمنيته أن يكون مشرفي وشاء الله أن يكون مناقشي، وتشاء أنت من البشائر قطرة ويشاء ربك أن يغيثك بالمطر، وتشاء أنت من الأماني نجمة ويشاء ربك أن يناولك القمر، وتشاء أنت من الحياة غنيمة ويشاء ربك أن يسوق لك الدرر، وتظل تسعى جاهدا في همة والله يعطي من يشاء لمن شكر. كم رجوت أن أجلس بين سيادته متعلما، وها هو ربي قد ساق لي الدرر، فأهداني القمر. معالي الأستاذ الدكتور محمد موسى علي شحاتة، أستاذ المحاسبة والمراجعة المساعد ورئيس قسم المحاسبة والمراجعة ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث السابق بكلية التجارة جامعة مدينة السادات، أستاذ الكريم ومعلم الرحيم، صاحب الخلق الجم الذي شملني بكرمه ورعايته في مرحلة الدراسات العليا، فما واجهتني مشكلة من المشكلات أو صعوبة من الصعوبات إلا زللها وقدم لي النصح والإرشاد، فما أرى أستاذنا إلا بدرا أشرقت أنواره وخطت في صحائف المحاسن آثاره، فهو بحر من العلم ممدود ب7 أبحر، وهو نجم ساطع في سماء العلم. تشعر حين الجلوس بين يديه أنك بين قيمة علمية وقامة فكرية، والذي لوجوده جميل الأثر في نفوسنا جميعا، فما عرف عنه إلا معلما كريما وأستاذا رحيما اتسم خلقه بتواضع العلماء ولين الحكماء وطلاقة المحية، يحقق للسالكين الطريق. أستاذي وكم يكفيك فخرا فبين الناس فضلك قد تناهى، فأنت لنا كنور الشمس حقا كنت بعلمك للدنيا سناها. أستاذي منك الحديث يسرنا، طاب اللقاء إذا حضرتم ها هنا، إن الحديث إذا خلا من قولكم خلت منه السعادة والطلاقة والهنا، إن لكم المحبة في فؤادي كما تكن شرف الفراسة في كتاب إلهنا. الله أكبر كل شيء زانه، أستاذي فضله قد بانه، طوب له رجل المواقف إنه نعم الصبور سلوه كم قد عانه، ما كان يركن للفتور وإنه في الخير أفنى وقته إمعانا، كم قد هديت بإذن ربي تائها وصقلت من فكره جزيت جنانا. ألست موجهنا ومرشدنا، بل أنت كذلك جعلك الله مرشدا للسالكين. أشكر سيادته على قبول مناقشة هذه الرسالة، كما أشكر له ما قام به من جهد في قراءتها وتقويمها، وأسأل الله أن يبارك له في عمره وأن يجزيه خير الجزاء. والشكر موصول إلى كل أساتذة أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وأشكر جميع السادة الموظفين العاملين بالكلية لحسن تعاونهم وتشجيعهم لي، وزملاء الباحثين في الكلية، وجزاهم الله عني خير الجزاء ووفقكم الله إلى كل خير. أما عن عائلتي فأبدأ بمن وصاني ببره الإله، إلى من ساندني بعد الله في هذه الحياة، إلى من أسير على ضرب وصاياه، إلى من كان جنة الدنيا ومن الله مهداه، أبي الحبيب الذي هو في ذمة الله، الذي دعمني وقدري أني حرمت اليوم من رؤياه، جمعنا الله به في الفردوس الأعلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم حين لقياه. كم أشتاق أيام أبي، ذلك الرجل الرهيب العصبي مدني بالعزم والعزة والصبر الأبي، فحملت العبء طفلا ودموعي لعبي، وبكى حين رأى نجاحي، رضا عيناه أطفأ تعبي، إنما كان أبي حاني القلب يخفي نهر حبه العذب،
صبره صبر نبي وقلبه قلب صبي. أبي حبي إليه لا يضاهى معاد حبي لربي والنبي محمدا. لو رحل عني راضيا لكان الطريق إلى الجنة ممهدا. أبي كنت على الدوام متناضلا كي تجعلني بين قومي سيدا. فأخذت منك ما يجب وزيادة وكأنك أنجبتني واحدا. وكنت أطلب مالك تعطيني لم تبخلا لم تجعله محددا. وبدا عليك إذ مرضت كآبة وإذا شفيت يزول عنك ما بدا. وإن تسمع أني أحقق مطلبا كنت لأجلي تفرح وتسعدا. يا رب أخبر أبي بأني حبي إليه في الفؤاد ممددا. الشمس شهدت والقمر يشهد الشمس شهدت والقمر يشهد والسحاب مؤيدا. والله يشهد لا أبالغ مطلقا. هل مثل ربي في الشهادة شاهدا. يا رب ارحم والدي واجعل له من حوض طه موردا واكتب له النعيم الخالدا. وإلى من وقف القلم حائرا كيف يسطر شكرها. إلى من عشق الفؤاد قربها. إلى من سكنت الروح في حضنها. إلى من يتضاءل كل حب أمام حبها. إلى من أحق الناس بحسن صحبتي. إلى من جعلها الله سببا في كل سعادتي. إلى من جعلها الله الدواء عند الوجع والأمن عند الفزع. رفيقة الأيام والليالي. إلى من سندتني يوم ضعفي. إلى حبيبتي التي شاركت همي وحزني. إلى من ظرفت الدموع من أجلي. إلى من سقتني الحب في صغري حتى ارتوى منها عروق جسدي. إلى أمي سأكتب لك وأنا أعرف أن كتابتي اختراق غير مأمون للمشاعر لتفاصيلك الرائعة لذاتك الملائكية لروحك النقية ولعمرك النازف بكل حب وعطاء. فأنا مدين لك بكل ما وصلت إليه وما أرجو أن أصل إليه من رفعة. فأي مدينة تخلو منك يا أمي هي مدينة لا تنبت أشجارها. فأنت شمعة تضيء لي الحياة. فإن كان بر الوالدين بعيونكم ذلا فأنا الذليل ومرحبا بالمزلة. ثم إلى من شد الله بهم أزري وشاركهم في أمري. فمن للمرء وقت الضيق بعد الله إلا أخاه. إلى إخوتي وأزواجهم وأولادهم شركاء الدرب ورفقاء الصبا. فأنتم شعاري ودساري عيني وقلبي سندي وعضدي وملاذي بعد الله في هذه الحياة. بارك الله فيكم وفي أزواجكم وأولادكم وجمعنا الله جميعا في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم إلى أخي الذي لم تلده أمي الذي أثبت لي أن الأخوة لم تولد من رحم الأم بل تولد من رحم الحياة والإنسانية. الدكتور أحمد سيد طه سيد حسن أخي وصديقي وحبيبي ورفيق دربي وشقيق الكفاح رمز السعادة والوفاء من جسد الحب بكل معانيه فكان السند والعطاء. من صار معي نحو الحلم خطوة بخطوة بزرناه معا وحصدناه معا وسنبقى معا. لن أقول لك شكرا بل سأعيش الشكر معك دائما وأبدا. لك مني وافر الامتنان وعظيم الحب والحنان. وأخص أخي الأصغر مني سنا وأكبر مني مقاما أحمد أنور. أما عنك يا أخي فأنت شدة لعضدي وأبي الثاني وسندي في عالم فاني. إذا وضعت والناس في كفة مالت والله كفة قلبك الحاني. رفيق عمري أنت منذ ولدت وشاهد على عصري وزماني. طارة كالجبل إذا الحياة قصت تسند ظهري من الميلان. وطارة كالطفل تبكي حرقة إذا مسني الغم تحزن مكاني. أجد في عيناك فخر أبي إذا نلت ما أصبو من الأماني. أي امتداد لحنان أبي دمت لي ودامت بك أيامي. يهون بوجودك كل مر وتنعم روحي بالأمان. يا جنة الدنيا يا أخي عمود الروح أنت وحبي السامي. ثم إلى إخوتي محمد وعاصم وعمرو لكم في الفؤاد مقام العلا. أنتم نور دربي وإن ضاقت بنا الدنيا كنتم طريقي إلى الهدى. فاعذروا تقصيري لضيق زماني فأنتم لقلبي أقصى أفضل المنى. ثم إلى زوجتي الغالية
حبيبة القلب، رفيقة الدرب، شريكة العمر، مطيعة الأمر، التي صبرت علي شهور طوالا كنت فيها معتكفا في البحث والدراسة، والتي كلما تأملت فيها وجدت فيها نعمة ربي علي، فهي نعمة الزوجة الصالحة. وإلى أبنائي حبيبة ومحمد وأنور، الله أسأل أن تنالوا من الحظ أضعاف ما نلته، وأن تنالوا من الحب ما يليق بجمال قلوبكم، وأن تنالوا من العلم ما لم أحلم بالحصول عليه، وأن تنالوا من المناصب ما لا أرتقي إلى الوصول إليها، وأن تنالوا رضا الله ثم رضا الله ثم رضا الله، وأن يمد الله في عمري لأراكم كما أتمنى، كما أسأله جل في علاه أن يحفظهم ويرعاهم ويسدد على الحق خطاهم، وأن ينير لهم دربهم وييسر لهم أمورهم، وأن يرزقني برهم ولا يبتليني فيهم أبدا. ثم إلى العمة التي تجري في الدم، ثم إلى العمة التي تجري في الدم، والخالة وهي نسخة من الأم، ولا أنسى الخالة وما أغلى العم وما أجمل أبناء العم، ثم إلى أصدقاء الأوفياء، ثم إلى أهل قرية الحبيبة وكل من أعانني في الدراسة بالقول أو بالفعل أو بالدعاء. وفي النهاية لا يسعني إلا أن أقول ما كان من توفيق فمن الله وحده، ثم بفضل لجنة الإشراف، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، فسبحان من تفرد بالكمال وحده، وما توفيقي إلا بالله العلي الحكيم. اللهم اجعل عملي هذا مقبولا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.